أنا هنا برد على شخص اسمه محمد، مشجع زملكاوي وتقريبا شغال في صوت الزمالك. بيغلط وبيشتم راجل قد والده. عم حربي، عم حربي طبعا معروف لكل الناس اللي مهتمة بالوسط الرياضي انه راجل مشجع اهلاوي بيحب الكورة. الراجل محمد الغير محترم بيشتم عم حربي وبيقول عليه انه شايب وانه عايب، علشان خاطر الراجل ده كان سبب ان تريزيجيه يقول له هص ويعمل فتنه بين النادي وبين الجمهور. والكلام ده طبعا غير صحيح، وان تريزيجيه طلع قال ان الكلام ما كانش لاي حد من جمهور النادي الاهلي، وتريزيجيه نفى الكلام ده كله. فاستاذ محمد، عيب على اللي رباك وعيب على اللي خلفوك انك تغلط في راجل قد والدك. انا هنا ما بتكلمش على في الكوره او ان الراجل ده اهلاوي او زملكاوي، وان ازاي ما حدش من الميديا الاهلاويه او من جمهور النادي الاهلي انتقد او لام عم حربي. عم حربي راجل، لو انت عايز تعرف تاريخ ناديك، تاريخ نادي الزمالك، تقعد كده وعم حرب يقعد قدامك ويحط رجل على رجل ويعرفك تاريخ ناديك بذكرياتك باهدافك ببطولاتك بفضايحك بكل حاجه عايز تعرفها عن ناديك انت اللي انت ما تعرفهاش. تعال عند عم حربي. عم حربي لما تيجي تتكلم على عم حربي لازم تعمل تعظيم سلام. عم حربي انا واحد من الناس لما بقعد اسمعه انا بستفاد منه، لان الراجل ده تاريخ، الراجل ده مهتم بالكوره من الزمن. يعني احنا ما نجيش جنبيه حاجه. فانت لما تيجي تغلط في راجل كبير قد والدك، اولا انسانيا ممنوع، ثانيا اي حاجه انك تغلط في راجل اكبر منك انت غير متربي وغير محترم بالمره. لان عم حربي راجل معروف انه قد ايه راجل محترم ومحبوب وسط الناس. حتى لو هو غلط او قال حاجه كده، انت ما ينفعش تطلع تقول على راجل قد والدك تقول عليه راجل شايب وعايب. والله ما في حد شايب وعايب غيرك، ان انت ما حدش عارف يربيك انك تطلع تقول كلام على كلام زي ده على صفحتك على الفيسبوك على عم حربي. عم حربي رمز وهيفضل رمز للمشجع الاهلاوي اللي فاهم كوره، واللي انت كل ما تقعد قصاده هيحزنك على ناديك وعلى تاريخ. فتاريخ ناديك لو عايز تتعلم تاريخ، ولو عايز تتعلم تشوف مين الشايب والعايب، شوف انت تفكيرك وصلك لفين انك تغلط في راجل كبير قدام الناس كلها. شفت النقص اللي الناس شافتك بيه لما شافوا البوست بتاعك ده؟ سلام يا محمد.